مرحبا، شلونكم؟ شلون الصحة؟ يا رب الكل بخير. اليوم طبقنا طيب وسهل ومفيد ومن المطبخ المصري، بس راح نخلي عليه تكاتنا العراقية. نحتاج علبة فول، أي نوع أي طريقة ماكو مشكلة، فلفل ألوان وإذا ماكو فلفل خضراء عادي، بصل وفص ثوم. نثرمهن بهذا الشكل، نخلي الطاوة على النار ونخلي زيت، نضيف البصل والفلفل والثوم اللي ثرمناه على الدهن ونحمسه. في الأثناء 3 طماطات ثرمناهن بهذا الشكل. بعد ما يذبل الخضار اللي خليناه على النار، نخلي الطماطم مثل ما تشوفون. تمام. أكيد بعد ما ضفنا الطماطم نشوفها ذبلت وتجانست مع الخضار، راح نجي على البهارات اللي راح نخليها. بهاراتنا راح نستعملها هي طبعا أكيد البهارات مثل ما انتو تحبون وتريدون. نحتاج كمون، بهارات جدر، فلفل أسود، كزبرة، وأكيد الملح، والكميات حسب الرغبة، وأكيد رشة بسيطة من عندهن يعني. نجي هسه على الفول، نفرغ العلبة مثل ما تشوفون بأي شي، وإذا كانت حب بالخاشوق نحاول أو شطل إنه نمردها شوية. بعدين بعد ما صارت هيج الخضار، أضفنا عليها الفول وإحنا حطينا البهارات اللي قلنا عليها والملح. الإضافات الثانية هو ملعقتين أكل دبس الرمان نضيف، وملعقة كبيرة من الراشي، وهو هذا السر اللي يخليها ثخينة وطعمها كلش طيب. ونضيف أيضا الليمون أما السائل أو الليمون الفريش، نعصر الليمون ونخليه، وأكيد نتذوق نشوف إذا يحتاج بعد ملح أو ليمون. وبس، ماكو أسرع من عنده ولا أطيب، وجدا مفيد وينفع كوجبة فطور صباحي أو حتى للعشاء. تقدم مع الصمون ومليون عافية. يا رب يعجبكم الطبق.